محمد عماد ابن قرية الكعابي الجديدة بمركز سنورس بالفيوم حصل على الميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة الجمهورية في لعبة الكيك بوكسينج، والتي أقيمت مؤخرا باستاد القاهرة بمشاركة عدد كبير من نجوم اللعبة. لعبت بطولة الجمهورية للكيك بوكسينج. وتأهلت المركز الأول طبعا المركز الأول ميدالية ذهبية. وتأهلت. البطولة دي كانت فين بالظبط؟ كان في استاد القاهرة. استاد القاهرة. أعنف مباراة خطة كانت مع أنهي فريق بقى؟ مع لاعب روسي. لاعب روسي. طب بالنسبة للبطولة دي طبعا كنت تطمح أن أنت تحصل على المركز الأول وحصلت على المركز الأول. فعلا. كان ناخد بطولة العالم وتأهل لبطولة العالم. طيب بالنسبة بقى لمشاركاتك الدولية بقى أهم الأبطال اللي واجهتهم مين بقى؟ لاعب روسي. تفوقت عليه ازاي بقى؟ بالاخضاع. بالنسبه للكيك بوكسينج فهي تعتبر لعبه وليده في محافظه الفيوم وكذلك في جمهوريه مصر العربيه، لان الاتحاد المصري للكيك بوكس تم انشاؤه. احنا عملنا الجمعيه التاسيسيه للكيك بوكسينج كان في 2019 فاخرها. انا الحمد لله رب العالمين من مؤسسي الاتحاد والمنسق العام لمنطقه الفيوم. بدانا من سنتين تقريبا، بس بفضل الله تعالى الفيوم عملت انجاز كبير جدا. شاركنا في بطولات كتيره، عندنا ابطال كيك بوكسينج على مستوى رائع وهائل جدا حققوا بطولات. كنا مشاركين في بطوله مصر المفتوحه الاولى حققنا فيها 70 ميداليه الحمد لله. ثم مؤخرا بطوله كاس مصر كنا مشاركين بهيئتين. نادي التطبيقيين حصل على 41 ميداليه. ثم مركز شباب المنشيه حصل على 36 ميداليه. يستعد اللاعب حاليا للمشاركة في بعض البطولات المحلية والدولية التي ستقام خلال الفترة المقبلة.